السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وكمان تنفع للعزومات، حاجة تشرف كده في العزومة. نصلي كده الأول على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. معايا مية بصل ومية طماطم، نقي كده أكبر بصلاية عندك واضربيها في الكبة بمعلقة صغيرة من الملح أو نص معلقة صغيرة من الملح، وهتسيبيها كده في المصفى هتنزل كل المية اللي فيها، فأنا عايزة مية البصل. وحبيتين طماطم حلوين كده كبار تضربيهم برضو كده في الخلاط، وتبتدي ان انتي تصفيهم او ممكن ان انتي تبشريها كويس جدا بالمبشرة. وهنبتدي بقى نحط البهارات. يبقى معايا مية بصل، مية طماطم، يبقى مية بصل ومية طماطم. وهنحط كمان معلقة كبيرة كده من الزيت، أي نوع زيت متاح عندك أو بتفضليه، ومعلقة صغيرة مليانة من الكركم، ومعلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة مليانة من السبع بهارات. دي كده أهم 3 بهارات معانا: كركم، فلفل أسود، 7 بهارات. معانا بقى نص معلقة صغيرة من ورق اللورة المطحون. ما عندكيش ورق لورا مطحون هتضطر ان انتي تحطي كده ايه، وحدتين، وبعد كده هنطلعهم من التتبيلة. بس المطحون ميزته ان هو كمان هيدوب مع البهارات. ومعلقتين صغيرين من الملح، معلقتين مليانين كده صغيرين من الملح. معلقة كبيرة من السكر او عسل النحل. خلاص انا ما كانش متاح عندي عسل نحل فاستخدمت السكر بديل للعسل. ومعلقة صغيرة مليانة من التوم المهروس، يعني حوالي فصين توم كبار كده من التوم المهروس. خلاص. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب البهارات دي كويس جدا لحد ما كل ده يدوب. لو اول مرة تشاهدوا القناة وعجبكم كده الفيديو، تقدروا كده تاخدوا لفة كده في القناة، في فيديوهات كتير هتعجبكم. فيديوهات عن أكلات على قد الإيد، وفيديوهات كتير عن أكلات تنفع للعزومات، حاجات كتير جدا. لو عجبكم تقدروا تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله اللي تعجبكم، وتقدروا تستفادوا كمان منها. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. التتبيلة دي احنا هنتبل بيها ايه؟ هنتبل بيها فخدة ضاني. الفخدة دي فخدة ضاني صغيرة مش كبيرة. الفخدة دي حطيناها في محلول النقع، 3 معالق كبار من الملح ومعلقة كبيرة من الخل، ودوبناهم كويس جدا في مية، وحطينا الفخدة دي فيها والمية تكون مغطياها. قبليها أنا غسلاها كويس ومفتحاها كده فتحات بالسكينة، وسبناها كده في المحلول النقع ده لمدة 2 ساعات علشان يساعدني على التسوية. وشطفتها كويس جدا، وابتدينا اللي احنا بقى ننزل عليها التتبيلة سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، شوية بهارات ومية بصل ومية طماطم. وبهاراتها مش كتير طبعا، ده ملح وفلفل ده اساسي، حطينا كركم وسبع بهارات وورق لورا ومعلقة السكر والثوم، يعني ما فيهاش اي حاجة. معانا بقى الفخدة كده هنبتدي بقى اللي احنا كده نعمل لها مساج. تبتدي ان انت تدعكيها كويس جدا جدا جدا، وتدخلي التتبيلة دي في كل الفتحات اللي موجودة. انا منغذاها كويس قوي، يعني مفيش حتة انا مش منغذاها فيها بالسكينة، كل حتة متنغذة فيها بالسكينة كويس. تشربيها كويس قوي التتبيلة دي على قد ما تقدري، تدعكي فيها كتير زي ما انتوا شايفين كده بالظبط بعمل لها مساج. خلاص تدعكي كده، تدخلي وتدعكي. خلاص انا كده نزلت لها التتبيلة كلها، وهبتدي بقى كده ان انا انزل لها شوية مية بس سخنة حواليها مش كتير، زي ما انتوا شايفين كده، مش مية ياما اهي، يعني حوالي حوالي كوبايتين او 3 مية. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اغطيها بورقة الزبدة. انا عايزة ورقة الزبدة بس تبقى تغطي لي الفخدة مش الصاج كله، علشان تحميها لي من ورقة الفويل. انا بصراحة كنت ناوية ان انا احطها في الكيس الحراري، بتبقى جميلة جدا في الكيس الحراري، بس ما لقيتش كيس على مقاسها، يعني الكيس اللي كان عندي كان اصغر منها، يعني هدخلها هتبقى متنية جواه،
هتخش فيه بس هتبقى متنية مش هتبقى مفرودة زي ما أنا ما عايزاها. فقلت أسويها عادي في الصاج، لفيتها كده بورقة الفويل بورقة الزبدة الأول، وبعد كده ورق الفويل كويس أوي، يعني بصي كام طبقة، حطيت طبقات. المهم إن أنا أكتمها كويس. الفرن شغال على درجة حرارة 200 عالي جدا، وابتديت إن أنا دخلت الفخدة الفرن وسبتها كده جوه لحد ما تستوي. بقى مع بعض رز العزومات أو الرز اللي يليق على الفخدة. رز سهل جدا وطعمه جامد، بجد طعمه قمر قمر قمر، يعني حاجة كده عايز يتاكل لوحده، مش عايز ولا فخدة ولا فراخ ولا أي حاجة. اللي محلي الرز ده شوية البهارات، شوية البهارات بتخليه يروح في سكة تانية، في ناحية تانية خالص. أول حاجة كده معايا مادة الدهنية اللي تعجبك، سمنة زيت راحتك. وهنزل كده بصلاية كبيرة متخرطة قطع صغيرة، وهقلبها كويس في المادة الدهنية لحد ما تدبل معايا، مش عايزاها تاخد لون، تدبل بس. أول ما دبلت معايا كده هبتدي ان انا انزل معلقة صغيرة كده مليانة من الثوم المهروس، نديله كده تقليبة، ريحته بس كده تطلع معايا، مش عايزاه يتحمر ولا ياخد لون، ريحته كده تطلع معايا. هبتدي بقى ان انا انزل البهارات معايا بقى كده، عود قرفة، ليمونة مجففة. انا مش عايزة ليه الثوم والبصل يلون معايا، لان انا لسه هحط بهارات فهياخد معايا وقت، فما ياخدش معايا لون. تمام. معايا بقى كده البهارات، حطينا عود قرفة، حطينا ليمونة مجففة، ومعايا 3 فصوص حبهان. احنا طبعا بنعد الحاجة اللي احنا بنحطها عشان الحاجات دي احنا هنطلعها من الرز. 3 فصوص حبهان، 5 فصوص كبابة صيني. خلاص. ومعايا بقى 5 برضو وحدات كده من القرنفل. القرنفل بيديله طعم جامد بصراحة. خلاص. ومعايا معلقة صغيرة مليانة كده من الكاري، معلقة كاري كده علشان اللون والطعم. ومعلقة صغيرة مليانة من ورق اللورة المطحون. ورق اللورة كده امسكيه كده وحطيه في المطحنة بتاعة الخلاط، وطحنيه وخليه عندك مطحون، افضل كتير من ورق اللورة اللي هيبقى الواحدة بوحدتها، ممكن نستخدمه في الشوربة، لكن في الحاجات دي بيبقى المطحون افضل. ما عندكيش هتحطي واحدتين من ورق اللورة، واحدتين من ورق اللورا. وحطينا كده نص معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة. شوفي بقى الكزبرة مع القرنفل مع الثوم، بصراحة ريحته جامدة، ريحته كمان جامدة. وحطينا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. كل دي بقى الروايح هتلاقيها بقى طالعة بقى، كزبرة وثوم، والليلة دي كلها الروايح بقى تفضل بقى ايه، هتقلب لك الدنيا. الرز معانا غسلينه كويس جدا ومصفينه، ونبتدي بقى اللي احنا نقلبه مع البهارات دي، يتشوح كده معاهم لحد ما تلاقي لونه اتغير، هتلاقيه اخد بقى اللون الاصفر واللون اتغير معاكي. مش بنحمره، احنا بنشوحه بس لحد ما نتأكد كده ان كل حاجة دخلت مع بعض. انا كمية الرز دي شوية لان انا دي عزومة وانا عاملة اكتر من وصفة، فمش مزودة كمية الرز علشان انا عاملة وصفات تانية وعاملة حاجات تانية. تمام. هنبتدي بقى اللي احنا نحط الملح ده بقى على حسب الرغبة وعلى حسب كمية الرز اللي انتي حطاها. هنبتدي كده اللي احنا نحط الملح ونديله كمان تقليبة، ومعانا بقى مية مغلية بتغلي على الكتل، مش هنحط له بقى مية من الحنفية، هنحط له مية مغلية، وبنسويه عادي نفس التسوية بتاعة الرز. بس هو بقى البهارات دي، شوية البهارات دي اللي بتوديه الريحة كده جامدة. دلوقتي كده هننزل بقى المية السخنة، نديله بقى تقليبة، نغطيه. أول ما يتشرب معايا هروح مهدية النار على أقل درجة حرارة عندك، هنسيبه لحد ما يستوى. بعد ما يستوى كل البهارات دي هتلاقيها طلعت على الوش، نبتدي بقى اللي احنا كده نشيلها كلها. طبعا احنا عدينهم، هنشيل الفصوص اللي احنا حطيناها، القرنفل. والفخدة معايا كده استوت، ولفيتها كده بورق فويل، وسبت بس عود القرفة والليمونة، وزوقت الصينية دي. بس بصراحة ما كانش فيه وقت ان انا اصورها عشان زي ما قلت لكم ان دي كانت عزومة. بألف هنا وشفا على اللي جربها، ويا ريت تجربوها، والسلام عليكم.